السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. كحك العيد خلاص على الأبواب. كل سنة وانتم طيبين وبخير. هنعمل النهاردة ان شاء الله مع بعض كحك العيد الدايب المظبوط قوي، اللي هو يعني كده بيقطم في البق وفي نفس الوقت دايب ومش مستحمل. شايفين الكحكاية منفوخة والحشو جوه كده باين حلو ازاي، ودايبة مش مستحملة حتى تتمسك في الايد، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نمسكها ونحركها. تعالوا نشوف اسراره مع بعض. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدأ نقول معانا مكوناتنا. انا هنا بحب استخدم قوي دقيق دوبيلا، او دقيق اللي هو الكحك والبسكوت، او دقيق جميع الاستخدامات دوبيلا. لو ما لقيناش دوبيلا يبقى نستخدم اي نوع تاني فاخر. معايا معلقتين كبار سكر بودر. معايا هنا انا هستخدم نص كيلو من الدقيق، هاخد عليه 300 جرام من السمنة الفلاحي بقى الحلوة كده الاصلي، ومعلقتين كبار من السمسم، معلقة صغيرة من الخميرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وريحة كحك. السمنة بتاعتي هاخدها على النار، هسيبها بقى تقدح. احنا النهاردة هنشتغل مع بعض بمكونات 500 جرام من الدقيق، نص كيلو للعرايس الجداد والناس المبتدئة اللي بتخاف تعمل كمية كبيرة. دلوقتي طبعا الحاجة غالية، مش عايزين نبوظ اي حاجة. هنجيب ميزان وهوزنهولكوا اهو، نص كيلو من الدقيق. بكون الاول مصفرة الميزان طبعا، وحاطة عليه البولة، وبعد كده بفتحه. 500 جرام من الدقيق. طيب لو حد ما عندهوش ميزان، يعني يا ريت ان احنا نحاول يكون في ميزان. طب لو ما فيش ميزان، لو حتى يعني هنوزن عند السوبر ماركت اللي احنا بنتعامل معاه، حتى يوزن لنا بس الدقيق والسمنه، عشان احنا مش عايزين اي حاجه تتعرض ان هي تبوظ. 500 جرام من الدقيق هياخدوا 300 جرام من السمنه. انا ممكن استخدم 250 جرام من السمنه، بس انا بحبه ناعم وطعم السمنه فيه باين كده ودايب، فبحط 50 جرام زياده. وحطيت بقى رشه من الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وحطيت السكر، وكمان هاخد هنا المعلقه كبيره من السمسم. ولو انتوا بتحبوا السمسم زودوا معلقه، مش بتحبوا قوي حطوا معلقه واحده، لو مش بتحبوه خالص شيلوه، مفيش اي مشكله، مش هيأثر على الوصفه خالص. وفي الوقت ده السمنه معايا على النار بتقدح. هتسألوني انا بحب الكحك اللي على السخن. ايه الفرق ما بين الكحك البارد والكحك اللي على السخن؟ انا قبل كده عملت الاتنين، هسيب لكم لينك الكحك البارد. الفرق ما بينهم ان الكحك اللي على السخن بيكون طعم السمنه باين فيه وبيكون دايب قوي. الكحك البارد بيكون خفيف والسمنه بتكون فيه بدرجه حراره الغرفه. هنا هاخد بقى نص كوبايه من الميه الدافيه، فيها معلقه من السكر ومعلقه من الخميره، وهقلبها وهسيبها كده مع بعض لحد ما انا اخلص الحاجه بتاعتي وتكون هي خمرت. هبدأ بقى كده اقلب المكونات بتاعت الدقيق بقى والسكر وكل المواد الجافة مع بعضها لحد السمنة معايا ما تقدح. اهم حاجة في الكحك اللي على السخن نوع السمنة، لان طبعا لو سمنة مش كويسة هنبدأ ان احنا تقدح وريحتها تطلع، ريحتها مش حلوة وهتبوظ لنا ريحة الكحك. لو احنا منقدرش نجيب سمنة نوع كويس يبقى نشتغل بسمنة على البارد. تمام. انا هنا استخدمت سمنة عادية من العلب، بس كان نوعها كويس، وضفت عليها يعني انا استخدمت 100، يعني حوالي كده مثلا 150 جرام من السمنة العادية و150 جرام من السمنة الفلاحي، وخلطتهم على بعض. بنبدأ بقى ننزل، بصوا خلي بالكم بس على ايديكم قوي في الخطوة دي. بنبدأ ننزل كده بالسمنة، تبدأ بصوا الفورور اللي بتعمله. طبعا بقى الريحة مش قادرة اقول لكم طالعة عاملة ازاي. هنا الميزة ان في الكحك اللي على السخن السمنة بتسوي الدقيق. وبصوا بيبدأ حتى لونه اهو يغمق شوية. وكمان انا هنا هعجن بمية، مش هعجن بلبن. طب ليه ما عجنتيش بلبن؟ انا قبل كده كنت عجنه بلبن. المية بتطول عمر الكحكية اطول، يعني لو حابين نحتفظ بيه مدة اطول هتطولي عمر الكحكية. وانا باذن الله السنه دي بشتغل على نظام نص كيلو، هنشتغل على الحاجه الصغيره خالص، بحيث ان اي اسره حابه تعمل اي حاجه تقدر تعمل بالكميه الصغيره. يعني ان شاء الله حتى لو ناكل اول يوم العيد بس، او اول يوم وتاني يوم العيد بس المهم ان احنا نفرح ولادنا بحاجة العيد، بحاجة كده جميلة نضيفة من ايديكي. عشان كده بقى مبدئي السنة دي هنبدأ نشتغل بالنص كيلو.
هنا انا بفضل اقلب بقى كده الدقيق بالسمنه لحد ما يتغلغل كله ببعض. اوعي تحطي ايدك في المرحله دي لان الدقيق بيكون سخن جدا. في الوقت ده بكون بجهز بقى الحشوات بقى اللي انت تحبيها بقى. انا هنا هحشيه بملبن وحط عليه كده معلقه من السمنه، وهعجنهم كده في بعض. ولو هتحشيه عجوه حطي برضو معلقه من العجوه سواء ملبن او عجوه. عايزه تعمليه ساده خالص مفيش مشكله، عاوزه تحشيه مكسرات مفيش مشكله، كل واحد له حريه الاختيار. عايزه تعمليه بعجميه مفيش مشكله. انا هنا هحشيه بملبن، وخدت كده شويه عين جمل مجروشين ضفتهم على الملبن عشان نتفادى العجميه اللي ساعات بتبوظ مع الناس، فدي بتعادل العجميه. الملبن ضايفه عليه مكسرات، حابين بقى تضيفوا مشكل مكسرات اي حاجه مش مشكله. انا بحب هنا ان انا احاول ان انا كده بجهز الحشوه قبل ما ابتدي اشتغل. انا في الوقت ده سايبه الخميره بتاعه الميه تخمر، وسايبه الدقيق يبرد. بعد ما قلبته كويس بالمعلقه. وفي ملحوظه تانية عايزه اقول لكم عليها، يا ريت لما نستخدم الكحك اللي على السخن ما نستخدمش حاجه ألمونيوم او حاجه بلاستيك، يعني ارجوكم، عشان السمنه بتكون سخنه جدا فما تتفاعلش مع البلاستيك او مع الألمونيوم. نستخدم يا حاجه ازاز غير قابله للكسر، يا اما نستخدم مثلا حاجه صاج. هما دول انسب حاجتين نقدر نستخدمهم، او ستانلس. هنا بقى الدقيق معايا برد بس لسه برضو فيه السخونة، بس قادرة ايدي تتحملها. بفضل بقى افرك فيه بقى كده وبسه، بس طبعا بالراحة، عايزة كل السمنة تتشرب بحبات الدقيق. هي اوريدي خلاص اتشربت، وبصوا حتى هتلاحظوا مش محتاجة مية. ممكن نقول ان هي كده مش محتاجة مية، بس ما ينفعش، لازم نعجنها بالمية. وبقى يا ريت بقى وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده ما تحاولوش تجروه، او ما تحاولوش ان انتوا توقفوه، ما تكملوش، عشان كله ملحوظات هتهمكم جدا وخصوصا للمبتدئين. لو انت عاوزه الكحكايه انشف زودي الميه شويه وقللي السمنه شويه. لو انت عايزاها دايبه قوي هتستخدمي الجرامات اللي انا مستخدماها من السمنه ونص كوبايه الميه، ممكن ما نستخدمهاش كمان. طيب لو انتوا عايزينها بقى نص نص، كل ما بنزود السوائل كل ما الكحكايه بتنشف شويه. تمام. انا هنا بقى بحط بقى في المرحله دي نقطه كده من ريحه الكحك، بس ريحه الكحك السايل. انا مش بحب ريحه الكحك البودر، عشان بتبقى طعمها بهارات كده جامده، فبصراحه يعني ولا انا ولا اللي عندي بيحبوها، فما نستخدمهاش. ممكن ما نستخدمش ريحه كحك اصلا، ممكن نستخدم بداله فانيليا او ريحه الكحك السايب او ريحه الموز. ريحه الموز دي كمان بتخلي الكحك عارفين الافران زمان كده واحنا صغيرين شويه، لما كنا نروح نشتري الكحك ونشم ريحه كده عامله زي ريحه الفاكهه كده، ريحه كده مميزه جوه الفرن، هي دي ريحه الموز. ببدأ بقى اضيف المية معايا شوية بشوية، ما بضيفش النص كوباية كلها. وانا فعلا هنا ما استخدمتش النص كوباية كلها، لقيت العجينة اختبرتها لقيتها تمام. ودلوقتي هتشوفوا ازاي نختبر العجينة ونقدر نعرف هي كده تمام، محتاجة سمنة او مية تاني او لا. بنعجن بس بنعجن بالراحة، بنلم. انا هنا ما سبتهاش تخمر، انا عجنتها وسبتها بس 5 دقايق تهدى. بص بمسك واحدة اكورها واعملها كده زي الغريبة، شققت لا تمام، يبقى هي كده ولا محتاجة سوائل ولا محتاجة سمنة. او طريقة تانية، بجيب منقاش وابدا انقشها، لو العجينه شدت جوه المنقاش ولزقت فيه تبقى برضو محتاجه سوائل او سمنه. ما لزقتش، انا كده عجينتي هنا ما شاء الله تمام التمام. طب لو شدت جوه المنقاش معايا بدلها شويه كده ميه صغيره، لقيتها برضو مشققه خالص بدلها معلقه سمنه. نبدا بقى هنا بقى في المرحله دي هنكون شغلنا الفرن بتاعنا، نسيبه يسخن قبل ما احنا نشتغل. انا بشتغل بالكحك وهو دافي، مش بسيبه يخمر، مش بسيبه يخمر. ابدا بقى انقش، اعملي بقى النقشه اللي انت عاوزاها. انا هنا عملت كده زي حرف زائد كده، وبعدين ببدا اعمل كده اي اشكال بقى، ومن الجناب ابتدي شكلي اي حاجه تقدر تعمليها. ممكن كمان نستخدم البصامه، بس انا مرضتش استخدمها النهارده لان طالما احنا بنعمل كحك بقى جداتنا بتاع زمان وامهاتنا، يبقى احنا هنشتغل بطريقتهم بالمنقاش، بيبقى شكله جميل وبسيط كده وتلقائي وحلو قوي. ونحاول ما نكبرش الحجم بتاع الكحكايه، نخليها يدوب على قد قطمتين البق بس، علشان ما تفرفتش وتقع من الولاد ويتساب منها حد مثلا اكل كحكايه وجي اكل التاني ما قدرش يكملها، لكن دي يدوب هتبقى على قد قطمتين البق بس. ده بقى شكل تاني كده بالطول.
وده كمان ينفعكم لو انتوا عاملين كذا حشوة، تقدروا تميزوا كل حشوة بشكل او بنقشة. ببططه كده شبه ورقة الشجر. الشكل ده بيبقى لذيذ بقى وسهل. ببدأ بس اعمل كده من النص، ومن الجناب ابدأ انقش. ده شكل سهل ولذيذ وجميل خالص. حاولوا كده تجربوا الطريقة دي، بجد ريحته مالية البيت خير ومالية البيت جمال وروايح زمان. ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم قوي وهتعتمدوها على طول. بصوا دي عايزه اقول لكم طريقه خلاصه الخلاصه بتاعت جدتي يعني. فديت احسن طريقه، احسن طريقه يعني هتمشوا بيها. وزي ما قلت لكم ليكوا حريه الاختيار، عايزينه ضيب خالص قلت لكم ازاي، عايزينه نص نص قلت لكم ازاي، عايزينه ناشف شويه قلت لكم ازاي. واهم حاجه نلتزم بالمقادير بالظبط. شايفين بقى الجمال؟ تحفة، شكله جميل جميل جميل. هنخبزه ازاي؟ على فرن بقى درجة حرارته 180 على الرف الوسطاني تحت بس، وهسيبه لحد ما اكشف كده على واحدة الاقيها من تحت اخدت لون. طب لو خدت لون من تحت ولسه من فوق ما خدتش لون، هفتح عليها الشواية سيكة كده. بص هو بقى كده طلع من الفرن شكله عامل ازاي، تحفة. ويا ريت ما حركهوش اول ما يطلع من الفرن، رجاء ما نحركهوش من الصاج خالص نهائي. نسيبه كده نص ساعه يرتاح ويهدى خالص، لانه بيبقى لسه طري. محدش يقول لا دي العجينه لسه طريه ما طلعهاش، لا، سيبوها تهدى وهي هتاخد خلاص وضعها. وبألف هنا عليكم، وان شاء الله ان شاء الله الطريقه تعجبكم. ادوله بقى السكر بتاعه بقى، وكل سنه وانتم طيبين كده ومعيدين، ويا رب تكون الطريقه عجبتكم. ما تنسوش بقى تقولوا لي في رايكم في الكومنتات. اشوفكم على الف خير. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.